السلام عليكم حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. وصفة جديدة وفيديو جديد، وهنعمل النهاردة مع بعض فطاير هشة جدا. العجينة بقى عايزة اقول لكم بجد من الاخر، يعني عجينة سهلة كده وبسيطة، ومن اكتر الحاجات اللي انتي ممكن تحبيها لما تشتغلي في العجينة دي. مش شرط نعمل نفس كده الفطاير بتاعتنا النهاردة، ولكن نقدر نستعملها في كذا حاجة تانية، حلو او حادق، بجد بتبقى تحفة جدا. القوام عندي عايزه اقول لك قد ايه قطني وهش جدا. بالنسبه بقى للحشوه بتاعتنا النهارده والشكل اللي احنا عملناه النهارده، سهل قوي ان احنا نعمله، بسيط وجميل، وكمان ممكن نغير في الحشوه زي ما احنا عايزين. المهم تبقى العجينه في ايدينا لينه وتقع كده لغايه ما نسويها ونشوفها بالجمال ده. ما تنسيش اللايك وخليكي معايا لاخر الفيديو. يلا بينا. عندي هنا نص كيلو من الدقيق ده دقيق مخبوزات، يا دقيق جميع الاغراض، وفي الحالتين بتبقى نتيجته كويسه، ولكن الافضل يبقى دقيق مخبوزات. نزلت هنا ربع معلقه صغيره من الملح، وليته بشكل كويس جدا. وطبعا لو عايزين نضاعف الكميه هنضاعف كل المقادير اللي احنا هنقول عليها دلوقتي. عندي هنا كوبايه من الميه دي دافيه، عشان احنا الجو يعني اليومين دول ساقع قوي، فما تتاخرش معايا العجينه في خطوه التخمير. كمان عندي هنا ربع كوبايه من الميه، وببتدي ان انا انزل نصهم واخلي نصهم لو احتجتهم او ما احتجتهمش. هنا كمان عندي معلقتين كبار من اللبن البودر، وده بديل اللبن معايا، بيدي كمان تيست اعلى وبيدي طعم حلو جدا. هنا نزلت معلقه كبيره من الخميره ومعلقتين كبار من السكر، بضايه بدرجه حراره المطبخ. وعندي هنا معلقه كبيره من الخل، والخل هنا ممكن نحط معلقه او معلقتين كمان، مش هيضر ومش هيبان. الخل عندي هنا هيبقى محسن طبيعي. وكمان نزلت ربع معلقه صغيره من الفانيليا وقلبتهم بشكل كويس جدا. للناس اللي هي اول مره تستعمل نوع خميره، او لو عندها بقالها كتير، تعمل تيست الاول كده، يعني تعمل اختبار في نص كوبايه ميه ومعلقه سكر صغيره قبل ما نحط كل المكونات دي، بتبقى برضو تكلفه على الفاضي. نقدر نشيل الميه ونحط بدلها لبن، مفيش مشكله. ممكن نخلي نص المقدار الميه ونص المقدار اللبن، مفيش برضو اي مشكله خالص. نزلت طبعا كميه الدقيق كلها مره واحده، وشغلت العجان لحد ما العجينه لمت معايا، بس حسيت انها لسه محتاجه كده برضو معلقه ميه. ابتديت ان انا ازودها لها، ما احتاجتش المقدار كله، يعني ما احتاجتش الكوبايتين وربع كلهم. بالنسبه للمقدار اللي انا احتاجته النهارده كده بالظبط كان 230 مللي، يعني كوبايتين وربع الا معلقتين. تمام. هنا بقى بعد ما خلاص لميت عندي العجينه وخلاص مش عايزه اي سوائل تاني، ضفت معلقه كبيره من الزبده بدرجه حراره المطبخ. وبالنسبه لو انا هعجن في العجان او هعجن على ايديا، اول لما بضيف الزبده على العجينه قوام العجينه نفسه بيختلف وبيتغير، بيبقى بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. تحس ان هي العجينه عندك مقطعه ومش مظبوطه خالص. للناس اللي هي بقى اول مره تعجن ممكن تنخدع يعني في الخطوه دي، وتبتدي انها تزود دقيق، ولكن علاج الخطوه ديت هو العجن. هنعجن كويس جدا، يعني ممكن تقعد معانا العجينه كل الوقت يعني بتاع العجن حوالي 10 دقايق. دي برضو وقت كويس قوي عشان ناخد نتيجه كويسه من العجينه بتاعتنا. بتبقى بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. عجينه عايزه اقولك ناعمه، عجينه لينه ومرنه جدا معاكي، تقدري تشكلي فيها وانتي مستريحه جدا. مطاطيه كده وجميله. هنا بقى وصلت خلاص للقوام اللي انا عايزاه من العجينه، سواء هشتغل على ايدي زي ما قلنا او هشتغل بالعجان. بدهن عندي البوله اللي انا هحط فيها العجينه دهنه بسيطه من الزيت، واحطها واسيبها حوالي تلت ساعه. وطبعا العجينه عندي لازم تبقى متغطيه، يعني عشان كمان وشها ما ينشفش وتبقى مستريحه بشكل كويس. وهنا بقى عندي ببتدي اعمل عجينه رول بالشكل ده. عايزه اقول لك العجينه ما استريحتش كتير، ولكن عشان معجونه كويس تحس ان هي برده بقى لها وقت. هبتدي اقطع عندي العجينه قطع صغيره كده. لو بالميزان هتبتدي توزني عندي كل قطعه حوالي 60 جرام، ده يعني برضو وزن كويس. تقدري تزودي عن كده، ممكن 10 جرام كمان يبقى 70، مفيش اي مشكله. بعد ما قطعت عندي العجينه ببتدي ان انا اقرصها. وزي ما قلنا وبنقول في كل فيديو، خطوه التقريص او التقوير دي خطوه مهمه جدا على فكره، لازم نعملها علشان كمان تسهل علينا التشكيل. وهنا ببتدي بقى عندي اجيب صينيه مدهونه دهنه بسيطه جدا كده من الزيت، واحط عندي الكرات اللي انا عملتها دي، وطبعا لازم اغطيها. بالنسبه بقى للحشوه بتاعتنا النهارده، عندي معلقتين كبار من الزبده، دي بتبقى بدرجه حراره المطبخ، تبقى طريه ولينه كده. معاهم 3 معالق كبار من السكر، وكمان عندي معلقه كبيره من الكاكاو. ممكن نزود ربع معلقه صغيره من القرفه لو تحبي، هو بيبقى مجرد اختيار، تقدري تحطيها وتقدري تشيليها. هبتدي اقلب بقى عندي كل الخليط ده لحد ما يدوب كده في بعضيه. هو مش هيسيح، ولكن هيديني قوام كريمي. وبالنسبه للحشوه بتاعتي اقدر اغير فيها، يعني ممكن اعمل
السكر مع الزبدة بس، ممكن احط سكر بس، يعني زي ما انت عايزة. شوفي انهي حاجة بتحبيها اكتر وتقدري انك تشتغلي بيها. هنا بعد ما خلصت والعجينة عندي ابتدت انها تستريح بعد ما قعدناها كده حوالي 10 دقايق، بحيث ان انا لما اجي افردها بالمردانة زي ما انتم شايفين ما تلمش معايا وتبقى سهلة كده، واقدر انجز لو انا عاملة كمية كبيرة. هنا بقى ببتدي افرد العجينه بشكل طولي بالشكل اللي شايفينه دوت. كمان بالنسبه لسمك العجينه عندي ما يبقاش عريض، يعني ما يبقاش سميك، عايزاه يبقى رفيع بالشكل اللي انتم شايفينه. هنا بقى ببتدي اجيب عندي معلقه صغيره كده من الحشوه اللي احنا عملناها، وبدهنها عندي على سطح العجينه بظهر المعلقه بالشكل ده. بتدهن معايا بكل سهوله خالص. عايزه اقولك الطعم بتاع الكاكاو حلو قوي، بس يفضل جدا يبقى نوع كويس عشان كمان يديك الطعم المطلوب. بعد ما بدهن بالشكل ده ابتدي الف عندي العجينه لشكل رول. وبالنسبه لتقفيله العجينه بتبقى في النص، يعني انا بلم عندي العجينه النصين، تقفيله بتبقى لجوه، وببتدي ان انا اسيب ربع العجينه من ورا زي ما شفتوها كده، وابتدي اقسم كل ديت وافردها، بتبقى بالشكل الحلو قوي اللي انتوا شايفينه ده، بتديني شكل قلب. وبرضو عايزه اقولك نكمل كده واحده واتنين كمان عشان الشكل كده يثبت لاي حد بيتفرج عليه. عايزه اقولك بالنسبه للمخبوزات بقى الايام ديت في الافران بصراحه الاسعار بتاعتها بقت يعني صعبه جدا، غاليه قوي. احنا ممكن نعمل الحاجات دي في البيت، وبجد عايزه اقولك بتبقى نظيفه جدا ومعموله، يعني مش هتفريها خالص عن الحاجات اللي انت بتجيبيها من اي مخبز بره. بل بالعكس هتبقى اوفر وانضف، وكفايه بس ان انت اللي تبقي عاملاها، وتحطي بقى الحشوات اللي انت عايزاها، مفيش اي مشكله خالص. يعني النهارده عملنا كده من نص كيلو دي 15 قطعه اللي انتوا شايفينهم دول. بعد ما خلصت بقى الكميه بتاعتي برصها عندي في الصينيه، ما بدهناش اي حاجه. لو الصينيه عندك تيفال، لكن لو الومنيوم بتدينيها دهنه بسيطه خالص كده من الزيت، وترصي وتسيبي كمان مسافات لان الحجم بتاعها بيتضاعف. هنا بعد ما عدى حوالي نص ساعه، وطبعا بتبقى متغطيه طول الوقت، بعد ما عدى نص ساعه ببتدي ان انا اديها دهان البيض. بيبقى ايه؟ بيبقى صفار بيضه ومعلقتين من اللبن ومعلقه من الخل، بربهم شكل كويس جدا. بالنسبه للناس اللي هي ما بتحبش دهان البيض، تقدري تدهني بقهوه سريعه الذوبان. نتكلم بقى على التسويه. بدخل عندي الصينيه على فرن مسبق التسخين، يعني ببقى مشغلاه حوالي 10 دقايق قبل ما بدخل فيه اي حاجه خالص. ببقى مشغله من تحت بس لحد ما تاخد عندي الفطاير دي لون من تحت كويس. ابتدي اطفي واشغل عندي الشوايه، واضير الصينيه كده شمال ويمين، بحيث ان كل الفطاير تاخد لون كويس جدا من فوق بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. عايزه اقولك بتطلع النتيجه بجد مبهره جدا، وطعمها بيبقى مفيش احلى من كده خالص. وبكده يكون خلص فيديو النهارده، اتمنى يكون عجبك وجربيها. ما تنسيش اللايك والاشتراك، وللمتابعه فعلي زر الجرس على الكل علشان يوصلك كل جديد. سلام عليكم.